السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتحاول تدخل على صفحة الراوتر ومش عارف، هنشرح في الفيديو ده ازاي تدخل على صفحة الراوتر من متصفح جوجل كروم من غير ما تنزل اي متصفحات تانية ولا ندخل في اي حوارات خالص. انا هقفل وافتح تاني من جديد اهو جوجل كروم. هنفتح عادي وبعدين نيجي فوق هنا ونكتب 192.168.1.1.1 وهنضغط انتر. هنيجي نبص، طبعا مش هيفتح معانا لان اكيد جربنا قبل كده، مش هيفتح معانا. هقول لك بقى التركية اللي تخليه يفتح معاك ان شاء الله. هتيجي على الرابط اللي انت كتبته ده اللي هو 192.168.1.1، هتحدده كده بالفارة وبعدين تعمل كليك يمين وبعدين تعمل كوبي او نسخ. لو انت عندك بالعربي هتعمل نسخ، وبعد كده هتيجي جنبها هنا في علامة زائد هتضغط عليها. بعد كده هتعمل كليك يمين وبعدين تعمل لصق للاي بي اللي انت كنت نسخته، هتعمل له لصق. هتيجي تبص هتلاقي ان الاي بي ده اتغير، بعد ما كان 192 على طول هتلاقي اتكتب قبل منه HTTP نقطتين بعد كده شرطتين 192.168 زي ما احنا شايفين كده مع بعض، ان هو اتعدل لاي بي تاني خالص. طيب لو انا دخلت عليه كده هيفتح برضو؟ لا. التركايه ان انا هاجي بقى بعد حرف البي اللي هنا واضغط، اجي عند حرف البي وازود حرف الاس بعد حرف البي زي ما انا كاتب كده دلوقتي. يعني هيتحول العنوان من HTTP ل HTTPS. بعد كده نيجي في الاخر هنا كده ونضغط انتر من اللوحة. هنبص مع بعض هيجي لنا الشاشة اللي قدامنا دي. بعد كده هنضغط على كلمة ادفانسد اللي هنا دي. بعد كده هتبص تحت تلاقي مكتوب الاي بي وجنب منه كلمة انسيف، ان هو بيقول لك غير امن. يعني الرابط ده ما تقلقش عادي، هو عشان حصل تحديثات في المتصفحات وما بقتش بتفتح ال HTTP اللي الراوترات بتستخدمه. يعني ده بروتوكول معين كده في الانترنت يعني، بس خلاص بقى قديم بالنسبة لهم يعني. فهو بس بيوضح لك النقطة دي، لكن مفيش اي مشكلة خالص، وتخش على الراوتر وعادي واعمل كل اللي انت عايزه. هنضغط بقى على الاي بي اللي مكتوب تحت ده، هتضغط عليه. هتيجي تبص تلاقي صفحة الراوتر فتحت معاك بالشكل ده، وهتكتب بقى اليوزر والباسورد بتوعك وتدخل على الراوتر عادي. وهتلاقي طبعا اليوزر والباسورد لو انت مش عارفهم مكتوبين على ظهر الراوتر بتاعك. وان غلبت في الموضوع خالص ممكن تكلم شركة الانترنت اللي انت موصل معاها وتعرف منهم اليوزر والباسورد بتاعك، او هم هيعملوا لك ضبط مصنع للراوتر بتاعك ويعرفوك على اليوزر والباسورد اللي شغالين حاليا. وبكده نكون شفنا مع بعض ازاي ندخل على صفحة الراوتر من خلال جوجل كروم من غير اي متصفحات تانية. طيب لو في حد هيقول ان الطريقة دي ما اشتغلتش معايا اعمل ايه؟ بسيطة خالص. هتفتح لسان جديد، تخش على جوجل، تضغط هنا وتكتب سنت براوزر، وبعدين تدخل على اول موقع بتاع سنت براوزر ده. وموجود اصلا بالمناسبة في فيديو على القناة عندي هنا بيشرح برضو سنت براوزر ده تحمله ازاي وتدخل من عليه للراوتر ازاي. بس انا بعيد الموضوع تاني عشان هقول تركايه بس في الموضوع ما قلتهاش في الفيديو اللي فات، وهو كان بيفتح عادي من غير التركايه دي. بس انا اكتشفت مؤخرا ان هو عاد ساعات بيعلق بيرخم يعني مع الناس. فانا اقول لك في الفيديو ده التركايه اللي حصلت، لان الظاهر حصل تحديث او حاجه يعني. المهم هندخل على صفحه سنت براوزر ونحمل المتصفح ده. بتحمله عادي وبتثبته عادي زي جوجل كروم او اي متصفح عادي يعني. وهو ده المتصفح. بعد كده هندخل من خلال المتصفح بتاع سنت براوزر ده، وهنكتب برضو 192.168.1.1. بعد ما تكتب هتضغط انتر من اللوحة. كان الأول بيفتح، يعني لما أنا كنت عامل الفيديو اللي قبل كده مثلا من 3-4 شهور اللي موجود على القناة كان بيفتح عادي. لكن بعد كده الوقت ما بقاش يفتح، ممكن يكون حصل تحديث في المتصفح أو حاجة. وده اللي مخلي بعض الناس تخش تكتب في التعليقات ده ما اشتغلش انت، يعني ان انا بكذب او كده يعني. ما هوش مش فاهم ان التكنولوجيا كل يوم بتتغير. انا ممكن اشرح لك طريقة دلوقتي وممكن بعد 3-4 شهور ما تشتغلش، لان الدنيا مش هي الدنيا. واحنا دلوقتي زي من شهر فات زي من شهر قبله. فالمهم نرجع لموضوعنا تاني. لما تكتب الاي بي في سنت براوزر وما يفتحش، هتبص على الاي بي من فوق هتلاقي مكتوب HTTP في الاول اهو. هتيجي بعد HTTP تضغط كده وتزود حرف الاس، وبعد ما تزود حرف الاس هتضغط انتر من اللوحه زي ما احنا عملنا في الشرح بتاع جوجل كروم اللي من شويه ده. بعد كده تضغط على ادفانسد، بعد كده تخش على الاي بي اللي تحت ده. هتيجي تبص تلاقي صفحه الراوتر فتحت معاك. بس هي دي التركه اللي اتغيرت، عشان بعض الناس اللي كانت كاتبه في الفيديو اللي فات ده مش شغال ده مش عارف ايه الحاجات اللي اتقالت اللي في الكلام الفاضي ده. هي التكنولوجيا بتتغير، عقليتك انت كمان لازم تتغير، لازم تبقى متقبل ان كل يوم في جديد. ممكن نشرح حاجة النهاردة بعد 3-4 شهور الحاجة دي تتوقف، فيظهر مثلا طريقة تانية جديدة، ادينا بنشرح الطريقة الجديدة وبنعرف الناس مثلا اكتر يعني. وبكده يكون انتهى الشرح بتاعنا النهاردة. ولو استفدت من الفيديو يا ريت تعمل لايك على الفيديو عشان المعلومة توصل لغيرك، وتشترك في القناة عشان تشوف معايا كل جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.